في واحد شمري قال لي أنا جدي عبد الكريم الجربة أبو خوذة. قلت له والنعم، أنت وش ترجع؟ قلت له زبيدي. قال زبيدي وش يرجع؟ قلت له حنا زباد ما نرجع أحد، القبائل ترجع لنا. ضحك قال والله ماني سمعان بقبيلة زبيد بحياتي. الحين أقول لك من زبيد ما دام من جدك عبد الكريم الجربة أبو خوذة. أول شيء أنا اسمي سالم الزبيدي واسم أميري بالعراق سعد بن جاسم بن محمد السمرمد بن وادي عبد الله. نسيت. شيخنا بسوريا اسمه منيف حماد الفارس أبو ماجد. والحين أتكلم لكم عن قصة صارت بسوريا من 150 سنة وفوق، سموها سمر سنة خراب عبد الكريم أبو خوذة. على دور الاحتلال العثماني عبد الكريم صفوق الجربة حصل على مرتبة باشا من السلطان العثماني، والباقين من عيلة الجربة حصلوا المرتبة ياور، وياور معناته الحارس الشخصي للسلطان العثماني، يعني خويه وزي كذا يعني. قام عبد الكريم الجربة لما العرب من كل القبائل وسوى ثورة على الدولة العثمانية، يعني هجم عليهم. فشلت محاولة الثورة والسلطان العثماني حكم على عبد الكريم وقرايبه بالإعدام شنقا حتى الموت. فعبد الكريم هج من سوريا على العراق. بعد ما وصل على العراق حط أخوه فارس صفوق الجربة اللي كان عمره 12 سنة وباقي العشيرة والحريم أمانة عند سمرمد بن وادي الزبيدة اللي هو أميرنا. العثمانيين مسكوا عبد الكريم الجربة بالعراق وعدموه، وطلبوا أخوه فارس وباقي العشيرة من الجربان عشان يعدمونهم، والأمير سمرمد ما قبل يعطيهم لأنهم أمانة ولا أمانة. قام أمير زبيد اللي هو أميرنا سمرمد بن وادي ظل يروح اسطنبول ويرجع تجيب العفو الفارس والعيلته من الجربان. وبعد عدة محاولات لأميرنا سمرمد بن وادي نجح وجاب العفو الفارس والعيلته من الجربان، ورجع له رتبة الباشا ورباه عنده بالعراق ليه ما صار شب. بعد ما فارس صار رجال سال أهله وقرايبه وجاء هنا على الحايل، وقرايبه شمر تعجبوا شلون وهو محكوم إعدام وجاء هنا كيف يعني هم يبقوا. وقالوا لهم فارس السالفة من أولها لآخرها. تعجبوا شمر قالوا من سوى معك الطيب هذا؟ قال أمير زبيد سمرمد بن وادي العبد الله واللي هو أميرنا. وشمر من ذاك اليوم ليومنا ذا إذا يبون يحلفون بشيء عظيم يقولون بحياة زبيد اللي منهم ابن وادي. سلامتكم. عاديات جدك عبد الكريم الجربة أبو خوذة النوب لا تحجر القبيلة وانت ما تعرفها، اسأل جدانك عنها. بنتك للحين صغير كيوت كتكوت كذا يعني.